معديات بورسعيد وزمن الرقي الجميل. احنا شايفين القبطان والمساعد. شايفين قاطع تذاكر القصوى المعدية. شايفين المعدية يوم مباراة المصري اللي كان بيلعب في نادي بورفؤاد سنة 33. طبعا ده صالح سليم في فيلم الباب مفتوح. المعدية الفرنساوي كان في منها دور ودورين وثلاثة. كانت الخدمة والكفاءة بتاعتها عالية جدا. كانت معمولة على النظام أو المستوى الأوروبي. نفس المعديات اللي كانت في أوروبا. اترفعت من الخدمة ليه أنا مش عارفة، ونزلوا مكانها المعديات اللي مصنوعة في ورش رعاية قناة السويس على المستوى الاشتراكي أو المستوى الاقتصادي أو مستوى الشاشة الطبية زي ما بيقولوا يعني. ال المشكلة في المعدية كان النزول من الجنب، في فرق بين المعدية والرصيف. ده بالنسبة لي كان بيبقى مرعب لما يقولوا لنا نطوا. آه، لأن حتى في المعديات ما بعد فرنسا اللي هي الاشتراكية دي، لما كنا ننزل من الجنب كانت بالنسبة لي بتبقى حالة هلع يعني، فكنت أفضل إن أنا أنزل من الحتة بتاعت العربيات أحسن. طبعا البوابات الأمنية، السيفتي يعني كانت عالية جدا. هي دي الحتة اللي بقول على حضرتكم عليها، اللي لازم نخطيها ونعديها. ده تاريخ. أنا مش عارفة هي اترفعت من الخدمة ليه وليه نزلوا التانية، بس لغاية هنا يبقى نفس الكلام. سلام.